الله بالخير. امس قلت لكم بتكلم عن المعلمين ومشاكلهم، بعطيكم موضوع باختصار وموضوع سريع. مستعجل. الفترة الأخيرة كثرت الاعتداءات على المعلمين. صار المعلم ينضرب في الراحة بالجاي صبح ظهر مغرب، يعني صارت وجبات عنده رئيسية وعلى حسب جو الطلاب. والله المعلم واصبح المعلم عندنا يا ربع مهدد بالانقراض. والله مثل الغزلان والحبارة اللي ما في بيئة مناسبة لبيئة تحفظ له على حقوقه ولا على كرامته. البيئة سواء كانت بيئة تعليمية أو بيئة حياتية بيئة فطرية، أي بيئة كانت امشي على ذا الموال، إذا فقدت أحد أعمدة التوازن البيئي أدت إلى الانقراض وراح ينقرض. صار عندنا يداوم مثل الرادي، يجي مغر عنده كلام من صبح للظهر هو يعيد فيه، مالك دخل، لا توقف لا تضرب، ليش تطالع في الطالب كذا؟ خلاص فقد المعلم هيبته. العقوبة أساء الأدب، صار الربع ما عاد فيه احترام لا المعلم ولا حتى للصرح التعليمي اللي هم فيه، لازم يكون فيه ضوابط وأمور رادعة لهذا الموضوع. ايش عندهم الفصول تلقى الماصات والكراسي فوق بعض، والله في الخارج هم في بار وسكارى ما يسوون هذه السوايف ماصاتهم وكراسيهم، يسكر